السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أقدم خطابي أريد أن أقول لكم ماذا أشعر في قلبي، لأني أول مرة، نحن مرات عديدة قابلنا الأساتذة في مؤتمرات عديدة والتقينا في مجتمعات، لكن هذه أول مرة علماء الأمة وشيوخها ومفكريها وزعماؤها يجتمعوا في مكان واحد لنصرة قضية تركستان الشرقية. هذا شيء أنا فرحان جدا وسعيد جدا. إن شاء الله هذا يكون بداية النصرة لبداية الاستقلال لقضية تركستان الشرقية إن شاء الله. أدعو الله أن يوفقنا في جهودنا. أعزائي السادة الوزراء وأعضاء البرلمان وممثل الدول والعلماء وممثل المنظمات الأهلية، بارك الله لكم، بارك الله فيكم وفي كل خطوة خطوتموها لدعم قضية تركستان الشرقية. قدمت تركستان الشرقية للمسلمين والعالم الإسلامي والثقافة الإسلامية خدمات جليلة، وأدت واجبها تجاه الأمة حوالي 1000 عام لكونها جزءاً لا يتجزأ من الأمة الإسلامية، ودافعت عن العالم الإسلامي بالنفس وبالنفيس من الخطر الصيني، وقدمت العديد من العلوم الاقتصادية والعلمية والسياسية، وقامت بإثراء الثقافة الإسلامية ونشرها وتقويتها. نعيش نحن المسلمون بعد الحرب العالمية الأولى أزمات عديدة لم تستطع أن نتخططها في قرن من الزمن، وعلى الرغم من المساعب والظلم والازدهاد والاستعمار، فقد بني المسلمون اليوم دولهم المستقلة من أجل إحياء الحضارة الإسلامية المزدهرة. واليوم نعيش في تركيا ممثلة لإحدى أهم تلك الدول. ترتكب الصين في تركستان الشرقية المحتلة اليوم إبادة جماعية ضد المسلمين، حيث هدمت عشرات الآلاف من المساجد، وأحرقت المصاحف، واعتقلت وقتلت الأئمة والعلماء والمثقفين، وتحتجز ما يزيد من 8 مليون مسلم في معسكرات الاعتقال. وتنظر الصين إلى الإسلام نظرة خطيرة، فتراه إرهاباً وخطراً ووباءً، وتعمل على قضاء كل مظهر من مظاهر الإسلام، وترتكب جرائم الاغتصاب والتعذيب والاتجار بالأعضاء وغيرها من أشكال القمع والإبادة الجماعية. ونتمنى نحن المسلمون التركستان الشرقية بكوننا جزءاً من المجتمع الإسلامي والدولي أن يتفهم العالم أوضاع تركستان الشرقية، وأن يعرفوا أن الاحتلال والإبادة الجماعية ما زالت تستمر، وأن الصين مسؤولة عنها، ونأمل أن يدعموا شعب تركستان الشرقية في قضيتهم العادلة وأن يعترفوا بها. تعمل الصين اليوم على أساس استراتيجيتها الإمبرالية، حيث تستغل تركستان الشرقية وتركستان الغربية والشرق الأوسط من أجل سياسة توسعية لمعالجة مشكلة الطاقة لديها.
وهي أضعف نقطة في هذه العملية. إنهم يستغلون قوتهم الاقتصادية والسياسية والعسكرية لمحاولة إخضاع هذه البلدان لسيطرتهم، كما تحاول الصين التوسع البحرية في خلال السيطرة على ماليزيا وإندونيسيا ودول أخرى في تلك المنطقة. وتحاول الصين اليوم تقديم نفسها كقوة وحيدة تستطيع هزم الولايات المتحدة وكأفضل شريك لتنمية العالم الإسلامي وصديق للعالم الإسلامي وداعم لقضية فلسطين وغيرها من الألقاب لخضاع العالم الإسلامي. إن الصين دولة احتلال وتوسع وإمبرالية، ويجب على العالم الإسلامي أن يتيقظ لهذا الخطر، وتعامل الصين على أنها تهديد وخطر على العالم الإسلامي. كما أشرت آنفاً، يعاني المسلمون على صعيد الدول من أزمات الهوية والمكانة السياسية والسلطة، وفي ظل هذه الأزمة تظهر فرص جديدة. لهذا يجب الحذر من الوقوع في فخ الديون الصينية وعدم السماح بأن تكون الصين زعيمة جديدة للعالم. يعتبر الغرب اليوم قضية تركستان الشرقية قضية حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، مدرجة على جدول أعمال كوسيلة لتمهيد الطريق لإدانة الصين ومعاقبتها والاعتراف بالإبادة الجماعية. وتعريف قضية تركستان الشرقية. قضية تركستان الشرقية من قضايا التي تزعزع الصين وتزعفها سياسيا وتقلل من توسعتها، ويجب على الدول الإسلامية أن تدرك أن الصين محتاجة إليها، وأنها لا تحتاج إلى الصين، وأن امتيازاتها في الاقتصاد والموقع الاستراتيجي والطاقة وغيرها تعتبر أسلحة بين أيديها ضد الصين، وأن شعب تركستان الشرقية هم الأكثر استحقاقا بالدعم والحماية. أعزائي الضيوف والعلماء الكرام والمثقفين وممثلي الدولة وأعضاء المنظمات الأهلية، تعريف قضية تركستان الشرقية في العالم الإسلامي وتمهيد الطريق لممثلي تركستان الشرقية للعمل في هذا المجال، ووجود ممثلين من تركستان الشرقية في منظمة التعاون الإسلامي، وإنشاء مجموعات تعاون بين تركستان الشرقية والبلدان الإسلامية، والاعتراف بالإبادة الجماعية التي ترتكب في تركستان الشرقية من قبل البرلمانات، جميعها أمور يقدر عليها إخواننا الحاضرون هنا اليوم وإخواننا المسلمون الذين يتابعوننا عبر الإنترنت. وفي الختام أود أن أختم كلامي بالشكر الجزيل لجميع ضيوفنا الكرام. إن شاء الله نود أن نكون مجتمعات كهذا المجتمع، مؤتمرات عديدة في كل الدول الإسلامية في بلدان مختلفة إن شاء الله في المستقبل القريب. أسأل الله وأسألكم إياكم الله خيرا.